طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس الصومالي يعود إلى بلاده مختتما زيارته لإريتريا. إنجاز أعمال ناجحة لحفظ المياه والتربة ومديرية قالنفح بالإقليم الأوسط. جهود لتقديم خدمات إحصائية جيدة في الإقليم الجنوبي. المجلس العسكري في النيجر يعلن بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين. سقوط 29 قتيلا في ميانمار في قصف للجيش على مخيم للنازحين. الأمريكية كولا جولان ثالث امرأة تحرز جائزة نوبل للاقتصاد. من العناوين إلى التفاصيل. غادر البلاد صباح اليوم من مدينة مصوع رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود متوجها إلى بلاده مختتما زيارته الرسمية لإريتريا التي استغرقت يومين. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار مصوع الدولي الرئيس السياسة أفورقي ووزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الثروة البحرية السيد تولى غلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وقائد القوات الجوية اللواء تخلى هبت سلاسة وقائد هيئة أركان القوات البحرية العقيد ملأكة تخلى مريم. وزار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس 9 أكتوبر رفقة الرئيس السياسة أفورقي أفراد الجيش الصومالي المتلقين تدريبات في القوات الخاصة والقوات الميكانيكية والقوات البحرية والقوات الجوية، وشاهد عرضا عن كفاءة التدريب المقدم. وهنأ الرئيس حسن شيخ محمود المتدربين وقال بأنهم إلى جانب رفقائهم الذين تدربوا سابقا في إريتريا أمل ومستقبل الصومال. وأضاف الرئيس حسن شيخ محمود أن التقدم المحرز في عملية استقرار الصومال مبشرا ويجري العمل المشترك لإكمال المتبقي. وأكد بأن جهد المتواصل لإريتريا لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال يوضح مجددا مدى حبها للشعب الصومالي مشيدا بالمساهمة الإريترية في عملية بناء الجيش الصومالي دون مقابل. وقد أجرى رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود الذي يزور البلاد ليومين أجرى مباحثات مع الرئيس السياسة أفورقي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أفاد مكتب الزراعة في مديرية قالنفح تحقيق نتائج مرضية من أنشطة حماية التربة وحفظ المياه للتنمية الزراعية. وأوضح مسؤول المكتب السيد هبت مريم أميناي زراعة حوالي 3000 شجرة بطلاب حملة التنمية الصيفية والمجتمع ودور العبادة وعمال المؤسسات الحكومية والجمعيات الخاصة والجيش وبناء الكثير من المدرجات والحواجز المائية. وأشار إلى زراعة مساحة أكثر من 12,000 هكتار بذورة والبقوليات مطريا وتنمية البساتين بالإضافة إلى تنمية البذور المحسنة للخضروات والبقوليات والقمح. وأفادت إدارة المديرية تنفيذ أنشطة نفير ناجحة لحماية التربة وحفظ المياه بمشاركة الشعب والجيش. وعلم بأن سدود وحفائر المديرية ال40 قد حجزت المياه جيدا هذا الخريف. وحث خبراء التشجير للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه ورعاية الأشجار المزروعة لضمان نموها. أعلن مسؤول قسم الإحصاء ونظم المعلومات في الإقليم الجنوبي السيد فوسوم قبرز جابيهير تواصل الجهود لتقديم خدمات إحصاء كفؤة بتطوير القدرات البشرية والتجهيزات. وقدم في السيمينار الذي عقده يومي 4 و5 أكتوبر لعمال المؤسسات الحكومية وإدارة الضواحي في ميعين وصرهنا توضيحا حول المعلومات الإحصائية عامة وسجلات المواليد والوفيات والزواج والطلاق والانتقال من منطقة إلى أخرى بالإضافة إلى السجل المدني. وقال أن الهدف من السيمينار تجميع المعلومات الدقيقة والآنية وتقديمها للجهات المعنية سريعا، مشيرا إلى أن المعلومات الصحيحة تساعد لاتخاذ قرار صحيح ويجب على العاملين في مجال الإحصاء الاهتمام الجاد. وطالب المجتمعون لتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لإنجاح عمل شفاف.
عقد مكتب الصحة في مديرية هيكوتا سيمينارا تنويريا لمكافحة الملاريا وخفض الإصابة بالمرض إلى أدنى مستوى. شارك في السيمينار مدراء الضواحي ولجان القرى من 12 ضاحية والكادر الصحي وممثلي أقسام الوزارات. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد حدش فتوي بالرغم من أن الملاريا هي واحدة من أكثر الأمراض فتكا في المديرية، لكن ارتفاع الوعي الصحي وأساليب المكافحة الناجعة وتوفير الدواء انخفضت خطورتها، ويتطلب بذل المزيد من الجهد لخفض الإصابة بالمرض وتقليل خطره. وذكر مسؤول وحدة الإعلام والتوعية في مكتب وزارة الصحة في إقليم القاش بركة السيد سلطان حقوس أنه من المهم رفع مستوى الوعي العام حول طرق الوقاية واتباع إرشادات الكادر الصحي وتنفيذ توجيهاتهم. وحث مدير مديرية هيكودا السيد شيخ الدين صالح إدارات الضواحي والقرى على العمل بجدية للوقاية من مرض الملاريا بالتعاون مع الكادر الصحي. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية مصوع دورة تدريبية ل201 شاب في مجالات تقنية الكمبيوتر ومد خطوط الكهرباء من شهر ل3 أشهر. وأوضح مسؤول المكتب السيد داوود تخلون في مراسم التخريج في 8 أكتوبر إن التدريب يساعد لتنمية قدرات الشباب وتعزيز الابتكار، وقد دفع لإقامة نادي الاختراع والتصنيع في مصوع. ودعا مدير مصوع السيد هايلة في الساهية تقديم الرعاية للمتدربين ومتابعة أنشطتهم لتحقيق نتائج التدريب. ونظمت بالمناسبة مسابقات معلومات عامة للمتدربين. قام عمال المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية في مدينة تسني بحملة نظافة في داخل مستشفى تسني لإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد عبد الحميد إسماعيل بمشاركة أكثر من 284 شخص في نفير النظافة، وقد نظم لإزالة الحشائش التي نمت في موسم الخريف. ودعا المسؤول الإداري لمستشفى السنية السيد يوناس يوهنس المجتمع لاتباع إرشادات ونصائح الكادر الصحي إلى جانب أنشطة النظافة وإصحاح البيئة الجارية. وناشد المشاركون في النفير إلى استمراريته لمكافحة الأمراض المعدية خاصة الملاريا. هذا وعلم عن وجود برنامج لتنظيم حملات النفير لحصاد مزارع الشهداء والمحتاجين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن المجلس العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية يوليو الماضي أن عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر تبدأ اليوم الثلاثاء. وقال في بيان أن العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ في 10 أكتوبر. وأضاف أنه على إثر اجتماعات وتواصل بين سلطاتنا والجانب الفرنسي وتم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك. وأصدر قادة الانقلاب بعيد سيطرتهم على السلطة قرارا يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد أعلن أن قواته ستخرج من البلاد في نهاية سبتمبر. قتل 29 شخصا في شمال ميانمار في قصف شنه الجيش على مخيم للنازحين بحسب ما أعلن متحدث باسم المجموعة العرقية المتمردة التي تسيطر على المنطقة. وقال المسؤول في جيش استقلال كاشين لوكالة فرانس بريس: لقد عثرنا على 29 جثة بينها جثث لأطفال ومسنين، وأصيب 56 شخصا آخر بجروح، مشيرا إلى أن القصف وقع ليل الاثنين. وأضاف أن مقاتليه ما زالوا يحققون لمعرفة كيف تم القصف الذي استهدف مخيما للنازحين قرب ليزيا التي لا تبعد كثيرا عن الحدود الصينية. وتدور اشتباكات منذ عقود بين الجيش والحركة المتمردة، واشتدت حدة هذه الاشتباكات منذ الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار في فبراير 2021.
أحرزت الأمريكية كولي جولدان جائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل. وأعلنت اللجنة القائمة على الجائزة أن الفائزة، وهي ثالث امرأة تفوز بهذه المكافأة، عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل. هذه الأستاذة في جامعة هارفارد الأمريكية المتخصصة في قضايا العمل وتاريخ الاقتصاد ليست سوى ثالث امرأة تنال هذه المكافأة منذ انطلاقها قبل أكثر من نصف قرن. وقبل جولدان اقتصر سجل الفائزات بجائزة على امرأتين هما الأمريكية إنلار أوستروم عام 2009 والفرنسية الأمريكية إستر دوفلي عام 2019. ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن هذه الأخصائية في تاريخ الاقتصاد سلطت الضوء على عوامل الاختلاف الرئيسية بين الرجال والنساء ومسار تغييرها خلال القرنين الماضيين، توازيا مع تسارع وتيرة التحول الصناعي مع تراجع مكانة النساء في العالم خلال القرن ال19. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. الرئيس الصومالي يعود إلى بلاده مختتما زيارته لإريتريا. إنجاز أعمال ناجحة لحفظ المياه والتربة ومديرية قلة نفحي بالإقليم الأوسط. جهود لتقديم خدمات إحصاء جيدة في الإقليم الجنوبي. المجلس العسكري في النيجر يعلن عن بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين. سقوط 29 قتيلا في ميانمار في قصف للجيش على مخيم للنازحين. الأمريكية كولي جولدان ثالث امرأة تحرز جائزة نوبل للاقتصاد. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.